تالت موضوع من الموضوعات الخاصة بالبرودكت اتريبيوتس هو البرودكت ستايل اند ديزاين. اتكلمنا على الموضوع الاول وهو موضوع الكواليتي، وايه هو تعريف الكواليتي. والكواليتي مش بس البرفورمانس، لا كمان الاستمرارية في الجودة مهمة جدا. وبعد كده اتكلمنا على الموضوع التاني وهو الفيتشرز او خصائص المنتج، وان كل ما المنتج بيتطور في السوق كل ما الشركات بتعمل على انها تضيف له خاصية جديدة، وان اختيار الخصائص المناسبة او الخاصية الجديدة اللي الشركات بتضيفها ده بيكون بناء على استطلاعات رأي غالبا مع العملاء اللي بيستعملوا المنتج. النقطة الثالثة أو الموضوع الثالث جوه البرودكت أند سيرفيس اتريبيوتس هو البرودكت ستايل أند ديزاين. وفي فرق كبير جدا ما بين كلمة برودكت ستايل شكل المنتج، وما بين البرودكت ديزاين اللي هو تصميم المنتج. كلمة ديزاين معناها أشمل وأعم كتير من كلمة ستايل. بمعنى إيه؟ لو اتكلمنا الأول على الستايل أو شكل المنتج، الستايل ده هو باختصار الابيرنس او مظهر او شكل المنتج الخارجي. في ستايلات للمنتجات بتبقى اي كاتشنج. اي كاتشنج اللي هي تخطف عينك لو انت معدي جوه مول تجاري وبتبص على الفاترينات او المحلات، فبتلاقي في منتجات كده معروضة. الله، ايه ده؟ الغسالة دي شكلها حلو قوي. كلمة شكلها حلو قوي يبقى انت بتتكلم على ستايلها. اللابتوب ده شكله حلو، لونه حلو. الموبايل ده بص شكله عامل ازاي، هنا شكله عامل ازاي، دي يبقى انت هنا بتتكلم على المنتج، على الستايل بتاع المنتج. في حاجات بتبقى تخطف العين، وفي حاجات تصيب الشخص بالملل وان يا ما بيغيروش شكلهم خالص. يعني في عربيات انت مجرد ما تشوفها او كده، أو سيارات مجرد ما بتشوفها بتخطف عينك، شكلها بيعجبك. انت اللي ما دخلتش بقى ان ديبث، ما دخلتش بعمق في التفاصيل الخاصة بالسيارة ولا إمكانياتها ولا متصممة إزاي ولا حاجة من الحاجات دي. أنت عجبك ستايلها، شكلها عجبك. وفي منتجات سيارات تانية شكلها ثابت ما بتتغيرش، ما غيروش شكل السيارة أو الستايل بتاعها من زمان جدا. وبالتالي في مهم قوي ان المنتجات المختلفة ايا كان نوعها يكون الستايل بتاعها او الشركات تكون بتضيف اليها لمسة جمالية. الموضوع ده ملوش علاقة خالص اطلاقا باداء المنتج. يعني مش معنى ان المنتج شكله حلو او الستايل بتاعه شكله حلو فهو بالضروري هيبقى منتج بيشتغل كويس او امكانياته كويسة او بأدائه عالي. لا اطلاقا، الشكل حاجة او الستايل بتاع المنتج حاجة والبرفورمانس حاجة تانية خالص. عكس الستايل بقى بيجي الديزاين. الديزاين ده اللي هو تصميم المنتج. لو افترضنا ان الشكل الانسان ده الستايل بتاعه، انما جوهره ده الديزاين، معدنه. هو بالظبط المنتج كده شكله الخارجي الاتراكتيفنس جذاب، الوانه حلوه، الحاجات دي الستايل. الديزاين بقى اعمق من كده بكتير، هو بيدخل جوه جوهر البرودكت او جوهر المنتج او قلب المنتج. الديزاينز او الجود ديزاين بتاع البرودكت، تصميم المنتج، ليه علاقه بمدى نفع المنتج بالنسبه للشخص، بيشتغل ازاي. ليه علاقه بالكاستمرز، بيدرس الجماعه الديزاينرز بتوع المنتجات او اللي بيصمموا المنتج نفسه، بيبقوا لازم يلاحظوا الكاستمرز، هو محتاج ايه، عايز ايه، هو شاري المنتج علشان ايه، ايه اللي كان مش عاجبه في الحاجات القديمه. انا عايز اعمل ديزاين، اصمم منتج يكون اسهل بالنسبه له. ومش معنى كده ان هم بيدخلوا في التكنيكاليتي او في الامور الفنيه بتاعه المنتج، لا خالص، هم بيفكروا فيه بشكل قليل، ولكنهم بيفكروا اكتر بشكل كبير في الكاستمرز او المستهلكين. هيستخدموا المنتج بطريقه اسهل ازاي، هيستفيدوا بشكل احسن ازاي من المنتج. يعني ولنفترض مثلا ان المهندسين والخبراء والتقنيين صمموا منتج، الجماعة المسؤولين عن الستايل يخلوا الشكل الخارجي شكله حلو وجذاب ويخطف العين، الجماعة المسؤولين على الديزاين يطوعوا التكنيكالز دي او الصفات التقنية اللي محطوطة بحيث تكون استخدامها
متصممة بطريقة تسهل على الكاستمرز بشكل كبير وتخليهم يستخدموها بشكل احسن ويحققوا الاستخدام الامثل للمنتج ده من قبل المستهلكين. يبقى اختصارا للموضوع ده، الستايل معني بشكل كبير بجودة المنتج جماليا، بمنظر المنتج، بستايله، بشكله، بألوانه، بانبهاراته، اللي هي بيبقى تحس انك قاعد قدام مسؤول على انه يخلي المنتج تحفة فنية. ده الستايل. الديزاين مسؤول على اللي اوت بتاع البرودكت نفسه، اللي هو كل حتة مكانها فين، اسهل استخدام المنتج على الكاستمر، اخليه يستخدمه بشكل احسن، اخلي استخدامه اسهل مش اصعب، بناء على اليوزر اكسبيرينس. يعني لو نزل فيرجن من مثلا برنامج مثلا، وليكن مثلا فوتوشوب او الستريتور وبتاع، من خلال تجربة الكاستمر مع الفيرجن ده او مع النسخة دي، اكتشفوا ان الخاصية دي ما تبقاش هنا، ما تبقاش مثلا موجودة على الشمال، ما تبقاش محطوطة مثلا تحت الادوات الرسم مثلا، لا ده احنا نحطها فوق. ليه؟ لان فوق التجربة قالت ان لو اتحطت فوق مع مجموعة تانية خاصة، مثلا مجموعة الكتابة مثلا، يعني هيبقى سهل للمستهلك انه، او للكاستمر، او لليوزر يعني، انه يستخدمه بشكل احسن، فهتلاقيه بيستخدم البرنامج مريح اكتر بالنسبة له. ده هنا الديزاينر. يبقى الستايل ده مسؤول، او الستايلست يعني مسؤول على جمال المنتج وشكله واناقته وكده، والديزاينر بتاع المنتج مسؤول بقى على النواحي العملية، يخلي ازاي يحط التكنيكالز او المقومات اللي موجودة في المنتج بشكل سهل، يسهل على المستعمل للمنتج ده. دي عناويننا على كل وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا. هتلاقوا البرزنتيشنز دي يا اما في صورة باوربوينت برزنتيشن، يا اما في صورة اوديو، يا اما في صورة فيديو عبارة عن برزنتيشن مع اوديو، علشان اي حد عايز يستفيد من الماتيريال اللي موجودة، سواء كان يقراها على هيئة باوربوينت برزنتيشن، او يسمعها عن طريق اوديو، او يشوفها فيديو على اليوتيوب بتجمع ما بين البرزنتيشن وما بين الشرح. واتمنى ان الكل يستفيد، وان شاء الله نتقابل في سيشن بعد كده.